الدول العربية اللي ترشحت 50 دولة والعيون من ضمنها، ونجحنا الحمد لله، جينا احنا الثالثين جائزة من المساحات الخضراء اللي في المدينة، واللي هي تتركب من عدة اشياء، فيها ديال الممرات ديال المعوقين، فيها الظل اللي يقعدوا الناس، فيها كراسي مثلا مع الخضورية كلها، وعدد المساحات وعدد الاشجار المغروسة مدينة العيون. وهذا يجعل عن يبين العمل ديال المدينة، ويبين الاهتمام الدول العربية بمدينة العيون اللي درسوا الملف مزيان. واحنا وما ظن انه كاينه مدينه الرباط فيها الخضوريه كثيره، كاينه مدينه مراكش، ولكن هذو ما قدموا ملفات. الوحيد اللي قدم من شمال افريقيا اللي حصل على الرتبه الثالثه هو مدينه العيون. وهذا شرف للمواطنين وشرف للمدينه وشرف للمملكه المغربيه كلها أن نحصلوا مدينة العيون تحصل على الجائزة الثالثة. وإلى راد الله في الأيام الجايين، وإلى راد الله غادي نحصلوا على جائزة ديال التعمير، غادي نترشحوا على باقي من الجوائز غادي نترشحوا إلى راد الله. وهذا الحمد لله بنتيجة العمل اللي نقوم به وسط المدينة، واللي هو واقعي وحقيقي ومبني على الصدق، وده كله الحمد لله يشرف المملكة المغربية ويشرف سكان مدينة العيون بصفة خاصة اللي احنا نمثلوهم، ويزيدهم اهتمام بالمناطق ديالهم الخضراء وبالساحات وبكل رغم عن قلة المياه وقلة، ولكن احنا الحمد لله استطعنا ان نخلقوا مساحات خضراء كبيرة جدا اللي هي حصلتنا على هذه الجائزة اللي حصلنا عليها الجائزة الثالثة. وهذا يسعد مدينة العيون كثيرا جدا ومهمة جدا. طبعا اللي الجائزة هي تنطرح في الأمم المتحدة، وهذا مهم. مثلا نسخة منها تمشي للأمم المتحدة في قسم البيئة ينطرح فيه، وهذا مهم ان مدينة العيون حتى هي في المدن العربية وفي الأمم المتحدة تنطرح. هذا من احسن المدن اللي ماشيه الحمد لله، وهذا هو توجهنا الماشيين عليه وبالصدق وبالمعقول، ولين نبقاو الى راد الله ماشي عليه باش مدينه العيون ترتفع اكثر واكثر اكثر في الميدان ذا هو. وكان نشكركم على اتصالكم، نشكر التلفزه الجهويه على اتصالها بنا نشرح له هذا.